السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على حضراتكم في قول كورة. النهارده معانا مباراة الزمالك وغزل المحلة في الجولة العاشرة من دوري نايل موسم 25/26. هنتكلم النهارده عن الزمالك ونزيف النقاط، فريرة ونزيف النقاط، ايه اللي عمله فريرة، ايه اللي عمله الكابتن علاء عبد العال، ولكن بعد الفاصل. النهارده الزمالك بدأ بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى، في اليمين عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمد اسماعيل بنتاي، خط النص ناصر ماهر، احمد ربيع، احمد حمدي، وفي الهجوم خوان بيسيرو وعمرو ناصر واحمد شريف. التشكيل ده فيه 4 تغييرات عن التشكيل السابق للزمالك في كل مبارياته. بدأ بأحمد ربيع وأحمد حمدي في خط النص، وبدأ بعمرو ناصر وأحمد شريف في الخط الأمامي. دول 4 تغييرات أكيد هيأثروا على شكل الفريق، أكيد هيأثروا على الاداء اللي احنا بنشوفه من الزمالك في الشوط الاول عاده. بس قبل ما نتكلم على الزمالك النهارده هنتكلم على الكابتن علاء عبد العال وايه اللي عمله مع غزل المحله. كابتن علاء معودنا دايما ان هو بيلعب زون ديفenس، تكتل رهيب قدام خط دفاعه عشان يحاول ما يدخلش فيه اهداف، وبيلعب الهجمه المرتده ان يحاول يخطف. النهارده الكابتن علاء بدا بشكل مغاير تماما، هو حاول يضغط على الزمالك من الخطوط الاماميه، لعب يعني هجوم ضاغط بيضغط على الزمالك في خط الدفاع الاول بحيث الكوره ما تطلعش من الزمالك، ما يلعبش كوره على الارض، ما ينقلش، ما يوصلش لمنطقه جزاء غزل المحله. والحقيقه ده ادى الزمالك اريحيه شويه في نقل الكوره. الزمالك لا عرف ينقل، عرف يلعب على المحله، عرف ياخد فريق محله لمنطقه جزاء او الثلث الاخير من الملعب. الزمالك يعني سلسله وباصات بسهوله ويسر. بس المشكله في الزمالك حته التفتيش. الزمالك المشكله دي اعتقد هيقابلها طوال الدور الاول، مش عارف الدور الثاني هيقدر يتلاشى الكلام ده ولا لا، وهي حته ازاي انا افنش الهجمات بتاعته، ازاي انا يبقى عندي المهاجم الخطاف اللي في ثانيه يقدر يسجل هدف. هذه المشكله دي هتؤرق الزمالك في الفتره الجايه. عنده عداد دباغ مصاب، عنده ناصر منسي مصاب، النهارده بدا برضه ابتدى يدي الجزيري شويه. بس المشكله دي ايه اللي هتتعب الزمالك الفتره الجايه؟ مشكله راس الحربه والراجل اللي بيخلص. الزمالك سلسل، حاول يوصل المحله، ابتدى يقفل شويه لغايه لما جت الدقيقه 38. الدقيقه 38 بصراحه قبل الهدف فرصه ضاع من الزمالك، ودي اللي المفروض كانت تدخل الهدف. بصراحه تصرف ونقل وحركه بالكوره بشكل جميل جدا. وصلوا اخوان باسيرو الخط الامامي، انفرد بالمرمى، حط طلعها المدافع من قلب الجول. راحت ركنيه اترفعت من بنتايج، طلع احمد ربيع حطها بدماغه في الهدف الاول للزمالك. ده كان الهدف الاول للزمالك من ركنيه بنتايج لراسيه احمد ربيع في المرمى، الهدف الاول للزمالك قصدي. الحقيقه قلنا بعد كده هنبتدي نشوف هجوم وضغط زملكاوي عشان تعزيز الهدف. الحقيقه الضغط الزملكاوي ده كان على استحياء، مفيش القوه الكافيه اللي تخليك تجيب الجول. غازي المحله ما راحش للزمالك خالص غير بكوره عرضيه لجريندو بدماغه، ما نعتبرهاش فرصه قوي. بس بصراحه ما كانش فيه وجود هجومي خالص لغزل المحله في الشوط ده. الزمالك اداء وصل اللي هو عايزه بهدف، ولكن الطريقه دي مش هتنفع. يعني انت بتلعب بطريقه، لا لازم انا بالنسبه لي ما تعديش 20 دقيقه 25 دقيقه الا والزمالك بيحرز هدف، خصوصا مع الفرقه اللي بتدافع. الفرقه اللي بتدافع مش هتتعبك اساسا دفاعيا، هتديك اريحيه فانت تقدر تخلص المباراه. بصراحه اللي بيحصل في الزمالك ده ان انا الهدف يتاخر، وان انا اجيب جول، وان انا ما اعرفش اعزز بجول تاني. دي مشكله هتاخد الزمالك في حته ثانيه خالص. دلوقتي بتنافس على المراكز الاولى، لا انا بعد كده هلاقي الزمالك موجود في المركز الخامس والسادس والسابع. فنقطه ومن اول السطر لازم فريرة تحط ايدك على مفاتيح الفوز اللي تحرز لك الاهداف. ايه التشكيله اللي تقدر تنوع فيها بحيث توجد اللاعب اللي عنده طمع هجومي اللي يقدر يجيب لك هدف. الكلام ده انت بتحاول تعمله المباريات اللي فاتت كلها، ونتائج الزمالك نتائج كلها ضعيفه، يا بكسب واحد يا بكسب اثنين بالكثير. فين ما فيش غير مباراه مصر كان فيها 3. انا بتكلم لا يعني لازم نظره للخط الهجومي، ولازم يبقى في تدريبات مكثفه الخط الهجومي ده. ازاي انا افنش الفرص، نص فرصه للجيل لازم جون على طول. فبصراحه يعني اداء انا يعني المباراه الشوط الاول ده دون المستوى. انا شايف ان الشوط اقل من المتوسط، الزمالك تساد معظمه، غزل المحله ما كانش ليها دور. وانا شايف ان مشكله غزل المحله في طريقه اللعب، اللي هو الضغط اللي عملته على الزمالك واللي انت ما قدرتش تنفذه بشكل كويس، واللي خلاك تتعرض لهدف رغم تاخير الهدف في الدقيقه 38. فالكابتن علاء عبد العال لا يعني شايف انا الضغط على الخصم من الخطوط الاماميه دي صعبه شويه على فريق غزل المحله وطريقه لعبك والخطه اللي بيلعب بيها الغزل على طول. ده كان الشوط الاول ما فيهوش حاجه تذكر غير
الفرصه اللي راحت من خوان باسيرو في الدقيقه 38 قبل الهدف مباشره، وهدف احمد ربيع اللي كان في الدقيقه 39. نتكلم بعد الفاصل عن الشوط الثاني والتحول الرهيب في اداء الزمالك، وازاي الغزل عرف يستغل اخطاء الزمالك ويعدي النتيجه. قول كورة واحنا كمان هنقول. الشوط الثاني حقيقه يعني ما اختلفش بالنسبه للزمالك كتير عن الشوط الاول. يعني انا شايف ان اداء ثابت من احمد ربيع. احمد حمدي يعني انا شايف ان هو الفاكهه اللي موجوده في المباراه، ايه سهوله اللعب. طبعا احمد لسه راجع من الاصابه، احمد حمدي لسه راجع من الاصابه، بس انا شايف الاداء السهل الممتنع، بس مش واخد يعني سلطات زياده شويه. انا شايف ان احمد تكملته في الخط الهجومي بشكل كبير، اللي هو يلعب في مركز 10 افضل بكتير جدا من ان انا احطه ناحيه الشمال في وسط الملعب. لا، هو لعيب بيجيد اللعب في المنطقه دي، المنطقه اللي على قوس 18 خصم دي، لا بيعرف يخلص، يعرف يعمل 1 2، يعرف يشوط، يعرف يوصلك بسهوله. فانا شايف ان دي حدت منه كتير الدور اللي كان بيدوره فيرا ناحيه الشمال، وشايف ده كان ليه تاثير كبير جدا على اداء الزمالك. الزمالك فضل برضه في سلسله لعب وبساط. يعني انا شايف بدون جدوى، بدون جدوى هجوميه، مفيش فرص حقيقيه. الزمالك انت ضاغط المحله وعايز تجيب جون تاني، بس مش شايفين الانياب الحقيقيه. يعني شايف ان عمرو ناصر لسه قدامه شويه كتير، احمد شريف بيحاول، واللعيبه دي هتاخد وقت. احنا بنتكلم اعتقد في دور اول بالكامل عشان تبتدي اللعيبه دي تتاقلم على اللعب مع الفرق الكبيره، وازاي تعرف تستغل انصاف الفرص عشان تهدي. وده طبعا شغل المدرب مع اللعيبه الجديده اللي بتكون جايه من فرق اقل من الفرق المقدمه. انت شايف المباراه كده؟ لا، لازم بقى يبقى فيه تغييرات بدري شويه. انا شايف التغييرات دي، انا شايف ان انا مش عارف اهدف واجيب الجون الثاني، عدى 5 دقائق 10 دقائق من الشوط الثاني، لا ابتدي انزل واعمل تغييرات، انشط الفرقه شويه. يعني انشط الفرقه عشان اللعيبه اللي جوه الملعب لما تلاقي بدايه التغييرات دي والناس اللي بتسخن دي، كل واحد يطلع اللي عنده. فانا الماتش ده انا مش شايف دور خالص ناصر ماهر في الحقيقه. عدم استغلال خوان باسيرو ده خساره كبيره جدا للزمالك، ودي مشكله المدرب. مشكله المدرب، انت دلوقتي كل الفرق بتلعب ان هي تحاول توقف لك الراجل ده، فين حلولك انت بقى كمدرب في تحريك؟ ده بالظبط اللي تم. الزمالك قعدت تلعب بنفس الشكل، تاخير التغييرات، غيرت عشان في اصابه لاحمد شريف. تاخير التغييرات ده خلى من هجمه مرتده وخطا من بنتاي ان هو رجع كوره قصيره شويه بدماغه لعمر جابر من نص الملعب، خلت الراجل خد الاثنين مدافعين وراح بيهم وعمل عرضيه جاي محمود صلاح جاي من ورا عشان المحله في الدقيقه 65 يحرز هدف التعادل في الزمالك من هجمه مرتده، ودي اول هجمه للغزل في المباراه. فانت قعدت تلعب وقعدت تسلسل عشان توصل وتسجل الثاني، وعايز الثالث والرابع. لا جبت الثاني ولا الثالث والرابع، لا اداء هجومي باهت جدا، ودور غير موجود للمدرب مع الخط الهجومي، والمهاجمين بصراحه في عزله تامه، والناس مش عارفه توصل للمرمى والناس مش عارفه تهدي. المشكله هنا ان انت طالما حطيت احمد حمدي في وسط الملعب، احمد حمدي مش هيقدر يديك الجزء لو الحته الدفاعيه بشكل كويس، فانت حطيته ناحيه الشمال خسرته بشكل كبير. احمد حمدي لعيب رقم 10، احمد حمدي يلعب في الحته دي كويس جدا، يلعب على الحته بتاعت قوس 18 بتاع الخصم ده، هيسجل لك اهداف، هيصنع لك للمهاجمين بتوع الخط الامامي ده فرص، هيقدروا لزمايله الاثنين اللي على يمينه وعلى شماله جايين من نص الملعب ده يعرف يطلعهم ويعرف يصنع لك ظهريه الجنب، هيعرف يلعبهم بشكل كويس. فانا شايف كان ضروره وجود احمد حمدي في المركز رقم 10 بدايه من الشوط الثاني ده، كان هيعمل لك فرق كبير. لا، انت اعتمدت اخرت تغييراتك لغايه الدقيقه بعد ما جه الهدف فيك في الدقيقه 65، ابتديت تعمل تغييرات، 3 تغييرات. يعني انا شايف من وجهه نظري برضو التغييرات غير مجديه تماما. نزلت شيكو بانزا والجزيري والونش على حساب احمد ربيع واحمد حمدي وعمرو ناصر. انا شايف خروج احمد حمدي، انا شايف ان ده كانت نقطه فاصله. احمد حمدي حتى لو احنا بنقول لسه راجع من الاصابه، ممكن يكون بدنيا مش قادر يديك الماتش كله، بس كنت محتاجه كمان 10 دقائق. يعني ظهرت في الدقيقه 71، لا كنت استنى عليه الدقيقه 80 الدقيقه 85. ليه؟ لان احمد حمدي هو اللي ممكن يعمل لك الفارق. احنا مش شايفين فارق جاي من ناصر ماهر. خوان باسيرو مبعوث تماما عن منطقه الجزاء. طريقه اللعب دلوقتي كل الفرق اللي هتلاعب الزمالك هتلعب على اللاعب ده ان هي توقفه. عملت انت بنزول الثلاثه اللي نزلتهم في الدقيقه 71، ابتديت تغير ادوار خوان باسيرو، جبت عبد الحميد معالي ناحيه خوان باسيرو مكانه، ابتديت تحرك خوان باسيرو بتلعبه رقم 10. رقم 10 في ماتش مضغوط ده زي دوت مع فرقه تعملها تكتل دفاعي، اعتقد تواجده في الحته دي او النتاج بتاعه يكون قليل جدا. وقد كان يعني هو حاول يتحرك يمين وشمال، حاول يصنع فرص، حاول يعمل، بس الدنيا مقفوله عليه. انا شايف ان
كان تغييره غير موفق في التوقيت دوت للزمالك. خروج احمد ربيع معرفش برضه بدنيا في مشكله ولا لا، بس خروج احمد ربيع ونزلت مكانه محمد اسماعيل ورجعت الونش مكان محمد اسماعيل، ده انا شايف برضه ما فرقش خالص مع الزمالك. الجزيري كان بعيد جدا وبتنزل بحيث يعمل لك فارق وبتاع، بس طبعا بدون الصناعه اللي جايه من نص الملعب او من الطرفين الجزيري ملوش دور. الجزيري زي ما بنتكلم على ناصر منسي ان هو لعيب صندوق، نفس القصه للجزيري، ده لعيب صندوق لازم توصل له عرضيات، توصل له عرضيات كتير هيعرف يجيب لك اهداف، وده ما كانش موجود من زمان. حل قافل عليك، حاولت تفتح مش قادر تفتح، يبقى الحل الوحيد اللاعب رقم 10 هو ده اللي هيفتح لك الباب اللي انت طلعته في الدقيقه 70. فانا شايف ما زال نزيف النقاط مستمر في نادي الزمالك. الزمالك لو استمر على المنوال ده كده هينزل، يبقى الزمالك هنلاقيه في المركز الثالث وبعدين المركز الرابع وبعدين نلاقيه في المركز السابع والمركز والزمالك مين الفرق بالتشكيل دوت والمدرب الجديد، مين الفرق اللي مش هتعرف تلم نفسها بسرعه. يعني احنا بنتكلم الاهلي قوام ثابت، اقوى تشكيل موجود في الدوري، اقوى قوام موجود في الدوري الممتاز، لا يقدر يلم نفسه بسرعه، هو فريق بطولات. البيراميدز دلوقتي بنقول من الفرق اللي بتنافس، لا يقدر يلم نفسه برضه، عنده قوام ثابت، فرقه قويه تقدر تلم نفسها. مشكله الزمالك ان انت معظم لعيبتك جديده، معظم اللعيبه اللي انت جبتها السنه دي اللعيبه الجايه ما لعبتش مع بعض قبل كده، فلا ما تقدرش تلم نفسك، لو نزلت عن المقدمه مش هتعرف ترجع لها تاني. فانا شايف لازم حلول للخط الامامي بشكل كبير جدا وايجاد دور صانع الالعاب. انا شايف في التشكيله دي احمد حمدي خد المباراه ديت، انا شايف المباراه الجايه جربه في مركز 10. ده كان تحليلنا لمباراه الزمالك والمحله، كانت مباراه يعني مش عايز اقول اقل من المتوسط بكتير، مش كوره حلوه فيها. المحله حقق ما اراد اللي هو عدم الهزيمه والحصول على النقطه، اكتر فرقه في الدوري عامله تعادلات، اللي هي 7 تعادلات قبل الماتش ده، والماتش ده بقى 8 تعادلات. فالكابتن علاء عبد العال هو مالك التعادلات، وصل اللي هو عايز يوصل له، عنده حق، بص مش هنتكلم، المشكله كلها في فيريرا وتغييراته وطريقه لعب الزمالك في خط الهجوم. مطلوب حلول عشان الجمهور دخل فيك الجول من الدقيقه 65، بدايه الجول دخل فيك من غزل المحله، الجمهور قاعد ما بيسكتش، بس ما شفناش رد الفعل من اللعيبه في الملعب ولا المدرب. ده كان تحليلنا لمباراة الزمالك وغزل المحلة، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. هنقول مبروك لغزل المحلة النقطة، عرض لك الزمالك على التعادل ده. بعدت شوية عن المنافسة، تساويت مع المصري والأهلي في النقاط 18 نقطة للثلاث فرق. المصري يجي أول، الزمالك ثاني فرق الأهداف، الأهلي ثالث ولكن ليه مباراة متبقية. ده كان تحليلنا، وكان معاكم هشام حامد في قول كورة. السلام عليكم.